مساء الخير حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده جايلكم بمثل جديد بيقول ادعي على ابني واكره اللي يقول امين. والمعنى كان في حارة من الحارات المصرية زمان، كانت فيها ست طيبة لكن لسانها سريع الغلط، وكانت دايما تزعق لابنها لما يغيظها وتقوله كلام شديد وتدعي عليه ربنا ياخدك، وبأدعية تانية تشبه الكلام ده يعني. وهي ما تقصدش ابدا ان ده من غيظها ومن حبها ليه. بس في يوم كان واحدة من جيران قاعدة وبتسمع، ولما الست قالت ربنا ياخدك ردت الجارة وقالت امين يا رب. الست بقى ساعتها اتقلب وشها وقالت انا ادعي على ابني بس اكره اللي يقول امين. ومن يومها بقى المثل يتقال لما حد يشتكي من حد غالي عليه لكن ما يحبش حد تاني يوافقه او يهاجمه. وفي سوريا وفي لبنان وفلسطين بيقولوا ايه؟ الشقفة من الخشب وبتغز بس من لحم ودم. نقوله تاني، الشقفة من الخشب وبتنغز بس من لحمي ودمي. وطبعا المثلين بيتكلموا عن نفس الشعور، ان الواحد ممكن يزعل من عياله او يوبخهم لكن ما يحبش حد غريب بيتدخل او يهاجم، لان في النهاية هو اللي قلبه عليهم. والمثل الشامي بيشبه الولد بشقفة خشب وبتنغز، يعني بتوجع، بس رغم كده هي من دمي ومن لحمي، يعني وجعي منه لكن هو مني. والقصة السورية بتقول راجل كان عنده ولد عصبي وعنيد وكل يوم يعمل مشاكل، وكان الأب دايما يخاصمه قدام الناس ويقول له كلام جارح. في يوم تدخل جار وقال له ابنك قليل الأدب، وده لو أنا كنت مكانك كنت طردته. رد عليه الأب وقال له وهو متضايق، وقال له هو شقفة خشب وبتنغزني بس لحمي ودمي، وأنا أتحمله غيري لأ. وكده يا حبايبي الحكاية خلصت. ولو عجبتكم اشتركوا في القناة ودوسوا لايك وفعلوا الجرس. كانت معاكم جدة ملك. سلام يا حبايبي، سلام عليكم.